بالعران وتنحاصر وكي زانين رجاوي كردستان جيكي خي تايبت هيا وهرچ قاسي دباجاروكي بچوك بجي لكردواري أخوة ورد باريزي أخوة وزماني أخوة پاراست حياة رجا بيرو أبا گلكي گرينگ بو لديروكا مدى ديروكا گلي كردا ديروكا كردستاني باسم مجلس إدارة مناطق شهباء ندين ونستنكر بأشد العبارات وبقلوب حزينة المجزرة العرن والتنحاصر والتي حدثت في تاريخ 27/7/2013. خالد المنسق العام للتحالف الوطني الديمقراطي السوري وعضو هيئة الرئاسة لمجلس سوريا الديمقراطية من أبناء من قرية تنحاصر تابعة لمناطق الشام. هذه المجزرة حصلت في تاريخ 27/7/2013 من قبل القوى الإرهابية المتطرفة داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام وأكثر من 20 فصيل عسكري كان يؤازرها من مختلف الفصائل العسكرية، وكان هناك عدة فصائل كردية تابعة للمجلس الوطني الديمقراطي تابعة للمجلس الوطني الكردي والائتلاف. على سبيل المثال عزادي وغيرها أيضا شاركت بهذه المجزرة. هذه المجزرة التي راح ضحيتها آنذاك أكثر من 40 شهيدا ما بين الصغير والكبير، وكان هناك المئات من الجرحى، وبدأت الاعتقال عن هوية في كلتا البلدتين تنحاصر وتلعران. اعتقلوا النساء والصغار والكبار والشيوخ والشباب، وقد اعتقلت الشباب مجموعة جبهة النصرة وداعش مجموعة من الشباب التي بدأت اعتقالهم لأقلهم من 6 أشهر وإلى سنة ونصف، وما زال مصير بعضهم مجهولا. هذه المجزرة مجزرة ترتكب بحق الشعب الكردي التي كانت تعتبر بمثابة إبادة جماعية نشدنا فيها المنظمات الحقوقية الدولية وكافة المنظمات العالمية، والآن منظمة حقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية وعدتنا بأنه سوف يصدر قريبا لتوثيق هذه الجرائم وإدانتها وعرضها إلى الرأي العام العالمي وإلى هيئة المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية ومحاكم الحرب. دلبوشين همدلقان هولدانم بكين جبنا ويجي هم دوال عسكري دا هم دوال سياسي دا هم دوال پروردهی دا للتابعی قانون گل ما خبری خسته کرد.